السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. عمرو أديب يسخر ما يكونش محمد صلاح هيخلص ليفربول ويجي الأهلي. دعونا نتعرف على التفاصيل. أشاد الإعلامي عمرو أديب بالمستوى الكبير الذي قدمه نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح في مباراة مانشستر يونايتد وإحرازه هدف وصناعته لهدفين. وعن تصريحات محمد صلاح بشأن نهاية تعاقده مع ليفربول الموسم الحالي، علق عمرو أديب مازحا خلال برنامج الحكاية والمذاع على قناة MBC مصر: ما يكونش محمد صلاح هيخلص ليفربول ويجي الأهلي، أصل ده هو اللي ناقص، وشوبير كل يوم قاعد يعدلنا واحد ورا واحد. طب محمد صلاح لو مشي من ليفربول أين سيذهب؟ هو ده السؤال المطروح حاليا بعد إعلانه اليوم بأنه يستمتع بموسمه الأخير مع الريدز. ولفت إلى أنه من الناحية التسويقية والترويجية صعب أن ليفربول يحسبها أن محمد صلاح تقدم في السن وما نجددلوش عقده بعد موسمه الأخير. ومحمد صلاح ده راجل دماغ ومخطط عظيم، مش مجرد لاعب كرة، لأنه بيقول: قعدت فترة الأجازة أتأمل حياتي وما سيكون في المستقبل. وقاد محمد صلاح مساء يوم الأحد فريق ليفربول لانتصاره الثالث في الدوري هذا الموسم، وجاء ذلك على حساب الغريم التقليدي مانشستر يونايتد، حيث سجل صلاح هدف وصنع هدفين. وقال محمد صلاح عقب نهاية المباراة في تصريحاته مع شبكة سكاي سبورتس الرياضية البريطانية: هذه آخر سنة لي في ليفربول، لذلك أريد الاستمتاع بها. وتابع أيضا حول تجديد تعاقده مع النادي: لم يتحدث معي أحد من ليفربول عن تجديد عقدي، لذلك سأقول إنها السنة الأخيرة بالنسبة لي في ليفربول، ولذلك أريد الاستمتاع بها حقا. وأضاف محمد صلاح في كلمات ربما أراد بها جماهير الريدز التي تهتف باسمه دائما: الأمر لا يعود لي، ولكن لم يتحدث معي أحد في النادي. إلى هنا ينتهي الخبر. شكرا لحسن استماعكم ودعمكم المتواصل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.